لو صحيت من النوم لقيت زورك محتقن ولقيت نفسك درجة حرارتك سخنة شوية، بتبدأ تتوقع ان انت داخل على دور برد. ده عشان كل مرض بيجي للإنسان بيكون ليه أعراض بتبان. الكلام ده بيكون سهل طول ما هو شوية برد وشوية تعب عضوي، لكن هل لو الموضوع نفسي هتقدر تعرف انت امتى تعبان؟ معاكم اسلام حسن، ودي حلقة جديدة من برنامج الفلسوف، وهنتكلم فيها النهاردة عن 10 علامات بتدل انك مريض نفسي. في البدايه انا بشكرك انك فتحت الفيديو ده، وعشان كده بذكرك سريعا لو مش مشترك في القناه اشترك، وبعد الفيديو ده تعمل لايك، ويا ريت تعمل شير، لان كل ده بيساعدنا جدا ان احنا نقدم لكم شيء جديد. مع ضغوط الحياه ومع المشاكل اللي احنا بنمر بيها والتحديات اللي موجوده كل يوم والتغيرات السريعه جدا اللي عايشين فيها، طبيعي جدا ان احنا نفسيا نتاثر. وده الهدف من الفيديو ده، ان احنا هنتكلم عن 10 علامات لو توفر عندك منهم شويه او واحد او اتنين او حتى كلهم لازم تعرف ان انت في خطر. اول علامه هنتكلم فيها النهارده وهي العصبيه على اتفه الاسباب. فجاه تلاقي نفسك بتتعصب من اي حاجه، من ولا حاجه، بتتعصب بعصبيه شديده جدا. انا مش عارف ايه اللي معصبني وسيبوني في حالي، انا مش طايق حد. تاني حاجه عندنا الميول للانعزال، ان انت حابب تقعد لوحدك، منعزل منطوي، مش حابب انك تتكلم مع حد، مش عايز تسمع صوت حد، انت عايز بس تقعد مع نفسك وفي دماغك ومش محتاج ان انت اي حاجه من حد. تالت علامه عندنا وهي اضطرابات النوم. تلاقي نفسك وانت نايم مش مرتاح، كل شويه بتقلق، كل شويه بتقوم، كل شويه بتغير نومتك، حاسس ان في حاجه مش طبيعيه في النوم. وبالتالي اضطرابات النوم دي علامه مهمه جدا وبتاثر بعد كده على الصحه الجسديه كمان. رابع علامه عندنا هي انعدام الرغبه وانعدام المتعه. تشعر ان انت ما عندكش رغبه تعمل حاجه ولا عندك متعه تجاه شيء، وبالتالي يصبح كل حاجه متساويه عندك، فمش عايز توجع دماغك ان انت تعمل اي حاجه او تجرب اي حاجه او حتى تاكل اي حاجه. خامس علامه عندنا هو ان انت تقعد تتكلم كتير عن الموت، وان انا مش عارف انا عايش ليه، وممكن يكون الدنيا هناك مختلفه او بشكل افضل والاقي فيها الراحه اللي انا بدور عليها. ثالث حاجه عندنا هو عدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه. تلاقي الشخص مش مهتم بلبسه، مش مهتم بشكله، مش مهتم حتى ان هو كان ياخد شاور ولا لا، ما هو كله محصل بعضه، كل حاجه حواليه بتتحول انه ما بقاش مهتم باي حاجه ولا حتى بنفسه. سابع حاجه عندنا وهي تغيير الشخصيه فجاه. لو انت كنت شخص منظم تلاقي نفسك بتتغير لشخص همجي، شخص مش عايز ينظم حاجه، عايز يرمي كل حاجه وكله يبقى كركبه. لو انت شخص ما بتخرجش وما بتروحش في حته، يبقى عايز يخرج ويروح ويعمل حاجات مختلفه في الشخصيه. تلاقي ان الشخصيه بتاعتك بتتبدل فجاه وبسرعه. النهارده عايز اخرج، بكره مش طايق حد. النهارده بضحك، بكره مش عايز اتكلم، وهكذا. تامن علامة عندنا هي التشتيت. انه اي حد هو بيكلمك كده انت جواك عالم تاني عايش فيه، انت متشتت، انت مش عارف هو بيقول لك ايه، هو بيكلمك بس انت مش سامعه، بيسألك سؤال انت اصلا مش عايز تجاوب عليه لان انت اصلا مش فاهم هو بيقول ايه. ده مش عشان انت ذكائك قل، لا، ده عشان انت عقلك من كل الضغوط اللي جواه بقى، ولو انت عندك شوية اعراض من اللي قلناهم فوق ده بيأثر على درجة التركيز، وبالتالي بيحصل لك تشتت في كل شيء. تاسع علامة عندنا وهي التدين او الالحاد. فجأة الشخص كده تلاقيه اتجه للدين واتجه للقراءة فيه، وانه عايز يمارس كل تعليماته. فجأة، انا بكرر هنا، تلاقيه بقى متدين بشكل مبالغ فيه بشكل كبير جدا الى حد التطرف. او الالحاد، فجأة تلاقيه انكر الدين وانكر الوجود وانكر 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 الى حد التطرف، وبالتالي اصبح يا اما هنا كنت متدين جدا، يا اما هنا انا رافض الدين ورافض كل حاجه. ودي من احدى الاعراض المهمه جدا اللي ساعات بتسبق اعراض تانية كتير، لان الشخص بيكون من جوه حاسس ان هو تعبان، فبيبقى قدامه حل يا يلجأ للدين او يهرب منه ويحمله هو المسؤوليه. موضوع مركب جدا. اخر علامه عندنا رقم 10 وهي اللامبالاه. تلاقي الواحد كده مش مهم اي حاجه تحصل، مش مهم اي حاجه حلوه، مش مهم اي حاجه وحشه، هضحك النهارده وهزعل بكره، طب ما انا كده كده عايش في زعل، ايه نخرج؟ لا يا عم مش عايز اخرج، هستفيد ايه لما اخرج؟ يبدا ان هو يبقى عنده لا مبالاه لاي حاجه. وضيف على اللامبالاه دي انعدام الرغبه. الاثنين تقريبا بيشتغلوا مع بعض، لان انعدام الرغبه في الشيء بيخليني اصلا لا ابالي بحدوثه او عدمه. المرض النفسي او الحاله النفسيه السيئه للانسان بيبقى فيها زيها زي كل حاجه في الجسم. وعشان كده كان الهدف من الحلقه دي ان لو انت عندك مجموعه من الاعراض، او واحد او اثنين او ثلاثه او يمكن ال10، يعني اقول لكم على حاجه شخصيه، ان وانا بقرا ال10 حاجات دول دلوقتي انا اخلص الحلقه دي وهنزل اروح لاقرا الدكتور، لان انا بصراحه قلقت على نفسي جدا. شكرا لكم، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وقدم لكم معلومه مفيده. لو انت اول مره بتشوف قناه اسلام تي في، يا ريت تشترك فيها وتبقى
تبقى دايما معانا. ولو انت اول مره بتشوف حلقات برنامج الفلسوف يا ريت ترجع هتلاقي بلاي ليست تحت لكل حلقات الفلسوف وتتفرج عليها، واستنى رايك. واتمنى يكون الفيديو ده عجبك وتعمل عليه لايك وتشترك في القناه وتشيره وتخلي الناس كلها تعرف كل واحد عنده كام من ال10 دول حتى لو بينه وبين نفسه. وانا مستني منكم في الكومنتات اللي عنده الجرأه الكافيه يقول لي عنده كام علامه من ال10 دول. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم. يا نهار ابيض، ده انا عندي 11 من ال10، اروح فين بقى؟